السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا كنا عرضنا البي اوت قبل كده، طبعا زي ما انتم فاهمين موجود معانا 3 حتت، بس في ناس قالوا لي بعد اذنك صور لي الاجهزه وهي شغاله. مفيش مشكله، ادي كده ال3 اجهزه بال3 نسخ، طبعا ترانسات، وادي كده الترانسات زي ما انتم شايفين، ترانسات الاصل بتاعت السعوديه حاجه نضيفه جدا، وادي الرمودات كله زيرو. انا عايز بس الناس تحط على كلمه زيرو دي مليون خط كده، تمام. ادي كده الرمودات، وادي كده الشواحن الاصلي، وادي كده ال3 حالات. الحالات زي ما انتم شايفين اهو، ادي الحالات، حالات اهي، حالات حاجه نضيفه حتى من لو جينا نبص من ورا اهو حالات يعني باللزقه بتاعتها. وادي جهاز منهم اهو، ونفس الجهاز ده لما تشوفوا صورته دلوقتي هوري لكم، يعني هو النسخ كلها كده. فتح معانا لمبه زرقاء، بشغله على بطاريه، فتح معانا لمبه زرقاء والجهاز فتح. طبعا دي افضل نسخه تشتغل عليها الجهاز الباوت، وعن تجربه. طيب عشان مبدئيا بس ده كده النسخه اللي بتشتغل عليها، تنزل عليها تطبيقات، تنزل عليها شرينج سيس كام فتح معاك جميع الاقمار، تنزل عليها تطبيقات زي ياسين اليوتيوب. طبعا هي نازله عموما يعني مع النسخه، وفي تطبيقات اللي هو بتاعت الاسطوره ياسين، تمام. الاسطوره ياسين كل ده شغال معانا 100%، ده مجاني. انما طبعا لو اي بي مدفوع، ادي كده النسخه. نبص على النسخه، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، ماشي. وادي طبعا شغال اهو بصوا. طبعا نوفا ده له اشتراكات معانا، معاك سنه. وادي كده التطبيقات اللي موجوده في الجهاز سريع، جهاز ممتاز. طيب ايه عيب الجهاز عشان برضه يبقى فيه مصداقيه؟ عندك ياسين، وعندك اليوتيوب اللي بدون اعلانات كله، وادي المشغل الفيديو كل ده الخلفيات، لو عايز تعمل اي خلفيه معاك غير الخلفيه اللي موجوده ديت بتعملها. طيب ايه بقى بيعيب الجهاز ده؟ بس حاجتين 2 فقط. ايه هما يا عم ابو جنى عشان يبقى في صراحه في الكلام؟ عندك الترجمه، عندك الصوتات، دي تنساه في الجهاز، الا اذا لو انت بتعمل تطبيقات خارجيه بس عايز واحد بيكون محترف، دي الناهيه. حتى انت عندك السيس كام اهو بنضيف عليه سنه موجود، ادي كده الجهاز، وادي كده النسخه اللي عليه. طبعا لو جينا بقى نزلنا احنا بقى ملف اقمار، شغال معانا الاوروبي، شغال معانا جيل ازرق، شغال بثبات على السيرفر ولا رام شايلين، احنا بنشغله ماجيك كام او اوس كام بمعنى اصح على الاي بي، تمام. في حد قال لي بعد اذنك بس ورينا كده يعني ايه بعض الصوره. وادي طبعا لازم اوصل النت، طبعا هو واي فاي داخلي ولان خارجي وكل حاجه زي ما انتم شايفين اهو. وجهاز تاخده تشتغل معاه 10/10، وجهاز كاسر زيرو. طبعا جهاز مشغل معاك ال 4K، جهاز مشغل معاك اي مقاطع، جهاز مشغل معاك افلام، جهاز مشغل معاك 10/10 كل حاجه زي ما انت حضرتك شايف كده، تمام. قلت بس اوريها للناس اللي عايزه تشوف الجهاز الباوت. طبعا موجود شحن في كل مكان، طبعا بتحول المبلغ كالعادي، طبعا الناس بتبقى عارفاني بحول المبلغ وانا ببعتها لك لحد البيت، متظبط بملف بالسوفت زي يا دوبك، مش هخليك تعمل اي حاجه خالص غير لو انت عايز تعمل اشتراكات يبقى من عندي اشتراكات تانية. طبعا الريموت بتاعه مستجيب جدا 10/10، ماشي. مش هخليك بقى تقعد تلف على نسخه ولا الكلام ده كله، ولا كل حاجه شغاله 10/10. بس طبعا عشان تنزل بقى العاب والكلام ده مش هياكل مع الجهاز عشان يبقى بما يرضي الله، تمام كده. لا عايز بقى تنزل العاب بقى والشغل بقى اللي من الاخر، يعني حاجه عاليه جدا، بس برضه هيبقى السعر عالي. عندك الجهاز التوين برو. انا كابو جنى نفسه شخصي شاري جهاز لنفسي، ده رامات 4 ذاكره 64 وتعيش. لو انت غير عايز بقى العاب وعايز صوتيات وعايز ترجمه وعايز فور ايفر وعايز كل ده موجود في الجهاز ده. انا قلت ان انا اعمل عليه فيديو عشان الناس، لان هم 3 اجهزه هيتخطفوا. ناس كتيره بتيجي بعد ما انا بخلص، ابو جنى انت ما قلتش ما عملتش. لا ده كده الجهاز يا جماعه وتمام، ولو محتاجه هتخش تكلمني واحنا تحت امر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.